النهاردة وبعد ما نزلنا ملخصات لأفلام غامضة ورعب نفسي ولخصناها بطريقة ممتعة جدا. ممكن تدخل تشوفها وتحكم بنفسك، وسيب لنا برضو رأيك في الكومنتات. وبالمناسبة الأفلام بيكون فيها مسابقات في آخر الفيديو علشان نقيس مع بعض مدى فهمنا للفيلم وتركيزنا فيه. المسابقات بتكون ممتعة جدا. النهاردة هنلخص لكم فيلم ممتع بمعنى الكلمة، فيلم من رأيي الشخصي ياخد 20 من 10. قبل ما ندخل في الفيلم، شايك أو قهوتك وخلي بالك من صحتك. فيلمنا بيبدأ بدخول ليندا الشركة اللي شغالة فيها، واللي بيكون باين على شكلها إنه متبهدل وإن لبسها مش متناسق. وبتقعد ليندا على مكتبها وبيبان عليها التوتر من أول ثانية. وبيجي المدير بتاعها وبيسألها عن تقرير الشركة، وبتديله ليندا التقرير وبتقوله إنها مخلصاه من أسبوع أصلا. والمدير بيشكرها وبياخد التقرير وبيمشي. ولكن ليندا بتسأله عن الاجتماع المالي للشركة، واللي بيقول لها إنها مش من الحاضرين في الاجتماع أصلا. وبتقوله إن اسمها كان موجود، فبيقول لها إن هو قلل عدد الموجودين في الاجتماع. وبيقول لها هو عارف مين اللي بيعمل الشغل بنجاح، وإن اسمها موجود معاه في الورقة. وبعدها وبيخرج المدير وبيرمي الورقة اللي مكتوب عليها اسمها في الزبالة. وبتروح ليندا على بيتها وبتكلم البغبغان بتاعها وبتحكي له عن يومها كان ماشي ازاي في الشغل، وانهم استغنوا عنها من الاجتماع. وبتقول له كمان ان ممكن تدخل لو استغنوا عن حد وهي تدخل مكانه. وتاني يوم وهي في شغلها بيتعين مدير جديد، وبتجري عليه وبتقول له انها مبسوطة جدا وانها فعلا كانت بتتمنى انها تشتغل معاه. وبتقول له انها متحمسة جدا علشان تحقق معاه نجاحات كتير. وهو بيركز على شكلها وشكل وشها، وان قد ايه هي شكلها كان متبهدل. وبيستناها تخلص كلامها وبعدين يتحرك على مكتبه. وبيبلغوا السكرتير بتاعه انهم عندهم اجتماع مهم في بانكوك. وبيطلب من سكرتيره انهم يخلوا ليندا تسافر معاهم تحضر الاجتماع علشان تفيدهم فيه، لأنها مجتهدة في شغلها وبتطلع لنجاحات كتير. وإنه كده كده هيستفاد منها ويطردها من الشركة بعدين. وبتلاقي ليندا المدير الجديد والقديم بيهزروا مع بعض، وبتسأل صاحبتها عن علاقتهم، واللي بتقول لها إن المدير القديم هيترقى ويبقى نائب الرئيس. وبتستغرب ليندا وكانت فاكرة إنها خلصت منه. وبتروح ليندا على مكتب مديرها الجديد وهي متعصبة جدا، وبتطلب منه إنهم يتكلموا على انفراد. وبتقوله إنها شغالة في الشركة بقالها سنين كتير، وإنها شغالة باجتهاد كبير. فبيقول لها إنه عارف إن الترقية بتاعتها اتأخرت. وبيقول لها اقفلي الباب وتفضلي نتناقش في الموضوع. وبيقول لها إنه عارف قد إيه إنها مجتهدة في الشغل، بس إنه شايف إن لسه ما تقدرش تمسك منصب كبير في الشركة، وإنها مش جاهزة على الأقل في الفترة دي. وبيقول لها إن المنصب بتاع نائب الرئيس لازم يكون شخص هو بيحبه، وإنه يكون بيلعب بالجولف. فبتقول له أنت بتهزر أكيد. فبيقطع كلامها وبيقول لها إن في حاجات موجودة في بقها، وإن ده بالظبط اللي هو يقصده في شخصيتها. وإن شخصيتها يعني متبهدلة دايما ومش مهتمة بنفسها، وإنها مش عندها المواصفات الكاملة للمنصب ده. وبيقول لها إنه ممكن يعمل حاجة كويسة ليها، وده عن طريق إنه ياخدها معاهم في البعثة في الاجتماع بتاع بانكوك. وبيقول لها حاولي تثبتي نفسك في الاجتماع ده، وبيني لي قد إيه أنا غلطان في الحكم عليكي. وبتدخل واحدة عليهم وبيعرف ليندا عليها، وبيقول لها إنها خطيبته زوري. وبتسلم عليها ليندا وبتخرج من المكتب، وبيبان قد إيه إنها متضايقة. وقبل ما تخرج بيقول لها إن في موظفين كتير بيشتكوا من الأكل اللي بتجيبه معاها المكتب، وإنه ما ينفعش تاكل غير وقت البريك. وبيقول لها أتمنى إنها ما تتكررش تاني. وبتقوله ليندا تمام، وبتتحرك على مكتبها تاخد حاجتها وبيكون باين عليها الحزن. وبتمشي ليندا وبتكلم نفسها في مراية عربيتها وبتشجع نفسها. وتاني يوم بنشوف ليندا وهي في المطار، والكل بيتفاجئ بشكلها الجديد، وبيبان قد ايه انها منظمة ولبسها متناسق. وبيبتدوا يتحركوا على الطيارة، والطيارة بتبتدي تتحرك. وبنشوف ليندا وهي بتراجع شغلها وبتحضر للاجتماع. وبنشوف المدير وأصدقائه وهما بيتفرجوا على فيديو ساخر لليندا. وفجأة بنلاقي الطيارة بيحصل فيها مشكلة، وكلهم بيربطوا أحزمة الأمان. وفجأة الطيارة بتتكسر، وبيحاول المدير القديم النجاة، وبيمسك في رجل ليندا وبيطلب منها المساعدة. ولكن ليندا بتضربه على ايديه بشوكة وبيقع من الطيارة. وبنلاقي الطيارة وقعت على سطح المحيط. وبتفك ليندا حزام الأمان وبتنزل المية وبيغمى عليها. وتاني يوم بتفوق ليندا بتلاقي نفسها وسط جزيرة ومفيش أي حد حواليها،
وبتمشي في الجزيرة تدور على أي حاجة أو أي حد يساعدها. وبتلاقي المدير بتاعها مغمى عليه على الجزيرة، وبتلاقي فيه جروح في دماغه وفي رجليه، وبتحاول تفوقه وتعالجه. وبتبتدي ليندا تعمل كوخ من أوراق الشجر والحاجات اللي موجودة على الجزيرة، وبتجمع جوز الهند وأوراق الشجر علشان لو المطر نزل تلاقي مية نضيفة تشربها. وبيجي الليل عليهم والمطرة بتنزل، وبتدارى هي والمدير في الكوخ اللي عملته، وبتبتدي تعالجه. وتاني يوم بيفوق المدير وبيلاقيها جايباله مية علشان يشرب. وبتطلع ليندا المواهب بتاعتها المدفونة، وبتحاول تولع نار علشان تعمل أكل عليه. وفعلا بتنجح إنها تولع نار، وبتحس بانتصار رهيب. وابتدت تشوي سمك على النار، وبتروح للمدير علشان تأكله. وبيرفض ياكل، ولكن بعدها بيقرر ياكل من شدة الجوع. فبتقوله إنها لقت حلزون ممتاز وده هيساعدهم في الوجبة اللي جاية. ولما الأكل بيخلص بنلاقي ليندا بتقرر تعمل حربة من خشب الشجر، وبتتعمق في الجزيرة علشان تصطاد أي حيوان يكفيهم للأكل، خصوصا إنهم مش عارفين هيفضلوا هنا لحد إمتى. وبتمشي ليندا ورا آثار رجل خنزير في الغابة، وفجأة بيهجم عليها، لكن هي بتستخبى على الشجرة. وبتنط على الخنزير وبتغرز السهم في دماغه، وبتفضل تضربه لحد ما يموت خالص. وبترجع لبرادلي وبتهدف عليه راس الخنزير. والأول مرة بيتعاملوا كأنهم اتنين أصحاب، وبيقعدوا ياكلوا ويضحكوا ويهزروا للصبح. وفي تاني يوم بتكمل رحلة بحث في الغابة، وبتلاقي شلال. وبتفرح جدا لأنها مش هتضطر تستنى المطر تاني. وفجأة بتسمع صوت مركب، وبتجري علشان تنادي عليهم علشان يلحقوهم. لكن فجأة بتثبت مكانها، وبتفتكر إن لو المركب أنقذتهم إنها ترجع لحياتها القديمة ولنفس الفشل والوحدة اللي كانت فيها. ولكن هنا هي بتكتشف نفسها أكتر، ومعاها برادلي اللي بيشاركها حياتها الجديدة. وبترجع لبرادلي وبتتعامل عادي جدا، لكن هو بيكون خلاص جاب آخره. بيقول لها إن بقالهم كتير هنا، أكتر من أسبوعين، وإنه خلاص مش متحمل. وبتفكره إن أهم حاجة في المواقف اللي زي دي إنه يحاول يحافظ على التفاؤل. وبيفقد أعصابه وبيعرفها إن مفيش مجال للتفاؤل. وبيقول لها طالما أنت شاطرة كده تعالي نعمل مركب نقدر نهرب بيه من الجزيرة. وبتحاول ليندا تبين له إنها عجبتها فكرته وإنها هتبدأ فيها. وبعدين بتقوله إن معاهم أكل ومية، وإنها بتهتم بيه، وإنه مش محتاج حاجة أكتر من كده يعني. فبيتحرك برادلي من الخيمة، وبيعرف إن عجبها الوضع اللي هما فيه. فبيقرر إنه يسيبها ويروح يقعد لوحده، وبيدور على مكان يعمل فيه خيمة علشان يعيش فيها لوحده. وبيروح يكتب على الشط كلمة هيلب كبيرة بورق الشجر علشان حد لو شافها ينقذهم. وعلى اليوم التاني بيكون خلاص جاب آخره هيموت من الجوع والعطش، وكان خلاص ابتدى يفكر ياكل حشرات من كتر الجوع. ولما بيفقد الأمل بيرجع لليندا تاني، وبيعتذر لها على طريقته معاها. وساعتها بيلاقي إن خيمتها متطورة جدا، وإن كمان بقى معاها آلة حادة في الخيمة، ومعاها فاكهة كتير جدا، ومعاها كمان سمك كتير. وبيضطر يترجاها إنها تسامحه. وبتبقى ليندا فاهمة إنه بيعمل كده علشان ياكل ويشرب، وبتسامحه ليندا وبتسمح له إنه ياكل معاها. وكمان بتاخده بعد ما بيخلص في جولة على الجزيرة علشان تعرفوا الأماكن اللي موجودة. وبيطلعوا على الجبل، وبتوريه الفاكهة، وبتشاور له على مكان على شكل علامة إكس. وبتعرفوا إن المكان ده بالذات ما يقربش منه لأنه مليان حشرات سامة ممكن تموته. وبعدها وهم راجعين فجأة جزء من الجبل ابتدى ينهار، وليندا ابتدت تقع. وبتمسك بإيديها الأرض، وبيشدها برادلي ويطلعها. ومن هنا بتبدأ صفحة جديدة بينهم، وبدأت تثق فيه، وبتجيب له فاكهة كتير كعربون شكر على اللي عمله معاها. وفي آخر اليوم بيحكي لها شوية عن طفولته، وإنه تربى في بيت مفيهوش مشاعر علشان أبوه شخص عملي، وأمه بتهتم أوي بالمظاهر. علشان كده معظم الوقت بيتعامل بقسوة، لأن دي الحاجة الوحيدة اللي كان يعرفها. وهنا ليندا بتستوعب إن كل تصرفاته اللي جرحتها كان سببها الأسلوب اللي اتربى بيه. وبتبتدي تفضفض له هي كمان، وبتعرفه إنها كانت متجوزة قبل كده، بس جوزها توفى في حادثة عربية. ولما بيبتدي يتعاطف معاها بتقوله إن جوزها ما كانش أحسن حد، لأنه كان مدمن على الشرب. بيوصل بيه الموضوع إنه ما كانش بيبقى قادر يشوف قدامه من كتر الشرب. فكانت بتخبي منه مفاتيح العربية علشان ما يخرجش وهو في الحالة دي. لحد ما في يوم حصل ما بينهم خناقة كبيرة جدا، وساعتها اضطرت إنه تسيب له مفاتيح العربية. وبياخد المفاتيح وبيخرج بالعربية وما بيرجعش اليوم ده تاني. ولما بتفتكر اليوم عينيها بتدمع، وبتقول إن القدر هو اللي جمعهم هنا، فالمفروض ما يمشوش. وبيبص لها وما بيبقاش مصدق اللي هي بتقوله، ولا ده يعني من تأثير الموقف وخلاص. وتاني يوم بيصحى على مطر شديد جدا لدرجة إنه هد الخيمة اللي كانوا عاملينها. وبيدخلوا في كهف علشان يستخبوا فيه، وبيناموا جوه الكهف.
وتاني يوم لما بيصحوا بيبتدوا يبنوا كوخ جديد، وبيجي الليل وبيقعدوا ياكلوا سوا، وبتطلب منه إنه يحكي لها عن خطيبته زوري، وبيقول لها قد إيه هو مفتقدها. وأثناء ما بيتكلموا ليندا بيغمى عليها، وبيبان إن برادلي عمل لها الأكل مسمم من غير ما ينضفه علشان خاطر يخلص منها، ويبتدي يهرب لوحده. وبياخد برادلي المركب اللي عملوه وبيحاول يهرب بيه، ولكن الموج بيكون قوي جدا وبيكسر المركب، وبيهدف برادلي على الشط تاني. وبتفوق ليندا بتلاقي برادلي مغمى عليه، وبتحاول ليندا إنها تفوقه. وتاني يوم وهما بيتكلموا عادي، ومش بتبين ليندا إنها عرفت اللي عمله برادلي معاها، وبتديله أكل. وفجأة برادلي مش بيبقى عارف يتكلم ولا يتحرك، وبنعرف إن ليندا عملت له أخطبوط مسمم، وبتقوله إن مفيش حد هيساعدنا هنا، وإنها عملت فيه كده كرد فعل، وبتطلب منه إنه يتعايش مع الوضع الحالي. وفجأة بتظهر زوري خطيبة برادلي، واللي جاي علشان تنقذهم، وبيكون مع زوري واحد تاني دليل ليها على الجزيرة. وبتاخدهم ليندا وبتقولهم تعالوا علشان نروح لبرادلي وناخده ونمشي من على الجزيرة دي. وبتاخدهم وبتطلعهم فوق الجبل، وفجأة زوري بيختل توازنها وبتقع من فوق الجبل، ولكن بتمسك في صخرة، والدليل اللي معاها بيحاول ينقذها، وبيطلبوا من ليندا المساعدة. ولكن ليندا بترجع لورا وبترفض تساعدهم، والشاشة بتسود في المشهد ده. وبترجع ليندا لبرادلي وبتلاقيه بيحاول يولع نار علشان يعمل أكل. وبالليل ليندا بتلاقي حد خارج من المية، واللي بتكون زوري، واللي بتطلع تجري على ليندا علشان تقتلها، لكن بيكون كل ده تهيؤات. وتاني يوم وبرادلي بيلف في الغابة بيدور على أكل، بيلاقي إيد وجثة مدفونة، واللي بيعرف إنها جثة خطيبته زوري من الخاتم اللي كانت لابساه في إيديها. وبيرجع برادلي يسأل ليندا عن اللي حصل، ولكن ليندا بتعمل عبيطة خالص، وبتقول إنها ما تعرفش إنه بيتكلم عن إيه أصلا. وبيبتدي برادلي إنه يهددها بالقتل، ولكن ليندا بتهرب منه وبتجري فوق الجبل، وبتروح على المكان اللي كان معمول عليه حرف إكس، واللي بيكون قصر كبير فوق الجبل اكتشفته ليندا لما شافت الحراس اللي في المركب بيحطوا أكل في القصر ده. وهو ده المكان اللي كانت بتجيب منه أكل طول الفترة اللي فاتت. وبيدخل برادلي وراها القصر، وبتكلمه ليندا من الكاميرات، وبتقوله إنها شايفاه، وإنها ما كانش قصدها تقتل زوري، وإن اللي حصل كان غصب عنها. ويبتدي برادلي يكسر في الكاميرات، ولكن بتخرج ليندا من الأوضة وبتقتل برادلي. وبعد كده بنلاقي ليندا وهي بتمارس رياضة الجولف، وإنها بقت مشهورة جدا بسبب قصتها، وإنها عملت كتاب عن القصة بتاعتها واللي حصل معاها، وإنها اتشهرت جدا بسبب القصة دي. وبس كده يا سيدي، وفيلمنا بينتهي على كده. لو عجبك ملخص الفيلم، اللايك والسبسكرايب الجميل. كتبت لكم الحلقة مامة نيلي، وسجل لكم الحلقة بابا نيلي اللي هو أنا. وسؤال حلقتنا النهاردة: ايه نوع الحيوان اللي اصطادته ليندا من الغابة؟ ما تنسوش تشاركونا رأيكم في الكومنتات، وقولوا لنا حابين نتكلم عن ايه الفيلم الجاي. سلام.